من أين؟ أعطيك سر آخر. حفروا حول المسجد الحرام فبلغوا أعماق الأرض، لم يجدوا قطرة لزمزم. أعطيك آية ثالثة. زمزم عبارة عن 5 أو 6 مجاري تصب في البئر، واحد منها وهو الأكبر والأعظم الذي يأتي من طرف البيت، هذا الذي يصب في البئر. البيت في نزول أم في صعود؟ أجيبوا، البيت في نزول ولا في صعود عن زمزم؟ في نزول، فكيف يرجع الماء ويكون هو الماء الأقوى؟ آيات. أما إذا جئنا إلى الأسرار فالجيل بعد الجيل يشرب زمزم، ما نضبت يوما من الأيام ولا اشتكى أهلها قلة زمزم ولا بعده. سبحان الله. زرت ينبع النخل وكلكم يعرفها، بلاد العيون، فيها 99 عين، ليس الآن بها عين واحدة حية، كلها ماتت. عيون تموت وأنهار تجف وبحار تنضب، وزمزم كما هي رغم تبدل الأجيال والأعصار والآلات، رغم كل شيء آية للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لطعام طعم وشفاء سقم، تغني عن الطعام والشراب وتشفي من الأسقام. بقي أبو ذر عليها 40 ما بين يوم وليلة، كما في صحيح مسلم، لا يذوق غير زمزم. قال: حتى تثنت عكن بطني، يعني من الشحم. يا الله، طعام طعم. شيخنا الشيخ الألباني بقي على زمزم 40 يوم لا يذوق غيره، وما كان يشتكي الجوع. بل أنا بقيت أيام لا أذوق غير زمزم، لا أشتكي من إرهاق ولا تعب ولا شيء. العجيب أنه بعد هذه الأيام تكرم علي أحد الإخوة بماء صح فشربته، فما كنت أبلغ أقرب مطعم بشدة الجوع. زمزم، وما أدراك ما زمزم، في سنن ابن ماجه بسند صحيح: ماء زمزم لما شربت له، ماء زمزم لما شرب له، فمن شربه لضنك فرجه الله، ومن شربه لحكمة آتاه الله، ومن شربه لعلم علمه الله، ومن شربه لخير آتاه الله. شربه ابن خزيمة للعلم فصار إمام الأئمة، وشربه أبو الحاكم النيسابوري للتصنيف فكان أحسن أهل زمانه تصنيفا، وشربه ابن حجر لحافظة أقوى من حافظة الذهب، فما ترك ابن حجر للذهب كتابا إلا وتعقبه، وشربه الشافعي للرمي فكان يصيب من 10 9، وشربه الإمام سفيان الثوري لظمأ يوم القيامة. أذكر لكم من رصيد الواقع. عندنا شاب في المدينة من أندى الناس صوت بالقرآن، اجتمعت به مرة في مجلس فقلت له: هنيئا لك هذا الصوت الحسن بالقرآن. قال لي: يا شيخ أنا لي قصة. قلت: ما هي؟ قال: لم أكن صاحب صوت ندي بالقرآن، لكن كانت أمنية، فذهبت إلى مكة وأخذت زمزم وكل يقين،
وقلت يا رب إني أشربها بنية الصوت الحسن بالقرآن، فآتاني الله ما ترى. إذا ماء زمزم لما شرب له. بعضهم كان به مرض أعيا الأطباء من أنواع السرطانات أو غيرها، فلما شربوا زمزم شافاهم الله. يقول لي أحدهم: أصبت بحصوة في الحالب، فما كانت تتحرك إلا بآلام لا يعلمها إلا الله. أجريت لها عمليات تفتيت لكنها لم تنجح، فكانت مصدر إزعاج. فقال لي أحدهم: اذهب إلى زمزم واشرب منها بنية أن يخرج الله عنك هذه الحصى. قال: فشربتها ثم نمت. يقول: فقمت وأنا محصور، فلما ذهبت إلى دورة المياه وإذا بجسمي يقذف بها، فعرفت أنه ماء مبارك، إنه هزمة جبريل وسقيا إسماعيل ودعوة إبراهيم، إنه أشرف ماء على وجه الأرض، إنه سيد المياه وأغلاها، إنه أحب ماء على وجه الأرض إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. آية للعالمين، فيه آيات بينات، من الآيات الواضحات التي لا تخفى على ذي عينين هذه البئر، بئر زمزم. لما هجم القرامطة على مكة بقيادة ابن طاهر، أخذوا يذبحون من الحجاج ويرمون في زمزم، حتى ملأوا البئر بجثث المسلمين، فما غادروا أرض الحرم حتى أسرع أهل مكة إلى بئرهم، فاستخرجوا تلك الجثث وقالوا: أفسدوا علينا زمزم بدماء القتلى. فلما سحبوا الجثث وأخرجوها من البئر، أخرجوا زمزم فإذا ليس فيها قطرة دم. إنه يحفظها الله، فلا إله إلا الله. إذن كان زمزم قبل البيت، جاءت زمزم قبل أن يبنى البيت. درس لمن أراد أن يتعرض لمواعظ الناس، أن يعينهم في أمور دنياهم حتى يستجيبوا له في أمر دينهم. حفرت زمزم، فإذا بالطيور تتجمع على الماء. مرت قبيلة من جرهم، قالوا: إنه لطير عائف وما علمنا بهذا الوادي من ماء. بعثوا من يعس فوجدوا هاجر وحولها الماء، فاستأذنوها في البقاء، فأذنت على أنه لا حق لهم في الماء. فجاءت جرهم وسكنت، وكانت أول من سكنت مكة. كبر إسماعيل وشب، وتعلم العربية منهم، وكان أفصح منهم بالعربية. فجاء أبوه لتأتي الآية الثانية. جاء أبوه إبراهيم عليه السلام: يا بني إن الله أمرني أن